انا مش عارفه اشكركم ازاي على اللي انتوا عملتوه معايا الفيديو اللي فات من تفاعل وكومنتات ولايكات. حقيقي حقيقي بسطتوني جدا. انا بقيت يعني عماله اتنطط من الفرحه، رايحه جايه كل شويه الاقي الفيديو عمال مشاهداته تزيد اليوتيوب من كتر ما انتوا عملتوا كومنتات ولايكات وتفاعلتوا على الفيديو. اليوتيوب اقترح الفيديو على ناس كتير قوي، وناس كتير جديده اشتركت عندي في القناه. انا بحبكم جدا جدا، وشكرا لاي بنت كتبت لي كومنت على الفيديو اللي فات. شكرا للبنات اللي دخلت الفيديو اللي قبله اللي هو ما كانش عليه كومنتات غير كومنت واحد كتبوا لي عليه كومنتات. بجد والله العظيم انا بحبكم جدا جدا، وشكرا ليكم. وشكرا لاي واحده كتبت لي كومنت على الفيديو اللي فات، وشكرا للبنات الجديده اللي اشتركت في القناه. يا رب القناه ومحتوى القناه يعجبكم. عايزاكم بقى تستمروا على كده بقى، يعني عايزاكم تظبطوني وتفضلوا بقى في موضوع الكومنتات واللايكات الفتره اللي جايه، عشان خاطر بدعمكم بجد القناه ان شاء الله هتكبر ويبقى فيها مشتركين اكتر، وهظبطكم بقى طبعا في الفيديوهات اللي جايه. المهم يعني فيديو النهارده اكيد شفتوه بقى في الصوره. هنعمل الريفيو المفصل بتاع الثلاثه باليت دول، مايت سينما والبلاشر بتاع مايت سينما وكمان الميني ستار. انا عملت لكم ريفيو مفصل عن كل باليت فيهم. بس كده لو حابين بقى تشوفوا الفيديو يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم ظبطوني لايكات وكومنتات، ويلا بينا نبدا. يلا نبدا. اول حاجه انا جبت فرشتين كده يكونوا نضاف، عشان واحده تكون لمايت سينما وواحده لميني ستار، وكمان جبت 2 سبونج مبلولين ومعصورين برضو نضاف عشان لكل نص وش واحده. المهم بقى هنبتدي الاول بالنص ده بمايت سينما. هنستخدم فيه بقى الكونتور كريمي والبلاشر والفاونديشن والكونسيلر، كل ده من الباليت دي. ودي فين؟ ودي كده من مايت سينما. وللنص التاني هنستخدم اللي هي الباليت بتاعت ميني ستار اللي هي فيها بقى البلاشر والكونتور. بصوا انا جربتهم الاتنين، جربتهم عشان اعمل لكم بقى ريفيو الاجع. انا عملت ميكس بين درجتين، عملت ميكس بين الدرجه دي والدرجه دي عشان اطلع درجتي. هاخد كده الفرشه الفلات دي وهاخد الدرجتين دول كده مع بعض، ودول هستخدمهم كفاونديشن على الوش كله. فهبتدي بقى افرد الفاونديشن كده. بصوا انا طلعت درجتي من الفاونديشن. خليني بقى اكلمكم عن الريفيو واحنا شغالين عشان ما انساش حاجه. بالنسبه للفاونديشن الموجود هنا في الباليت بتاعت مايت سينما، لو انتي حابه تستخدميه كفاونديشن يعني هو حلو بيندمج بسرعه، وعايز بشره تكون عاديه او جافه. بس مشكلته معايا انا ان هو بصوا بيدخل في المسام. يعني بصوا شايفين انتوا الاخرام اللي في وشي باينه ازاي؟ هو للاسف بيدخل في المسام. يعني انتي لو عندك وطبعا في الخطوط وش يعني خطوط الابتسام عندي حتى لو قللت الكميه عمل خطوط، الخطوط بتاعت القوره اللي عندي هنا دخل برضو في الخطوط. فهو الفاونديشن لو انت هتستخدميه كفاونديشن عايز بشره مثاليه. اولا بشره من عاديه لجافه، تاني حاجه تكون بشره ولا فيها خطوط ولا فيها مسام ولا فيها اي حاجه. انا مش حاطه اي حاجه على بشرتي، كل اللي انا عملته رطبت بس وشي بالسيرافي وبس. هناخد بعد كده البيوتي بلندر وادمجه كده. بصوا برضو اللمعة معانا لسه موجودة. برضو ناخد الكونتور والكونسيلر منها. هاخد الاول الكونسيلر، هستخدم الدرجة دي برضو نفس فكرة الفاونديشن. لو انتي عندك خطوط تحت العين الكونسيلر بيدخل فيها. بس هي الباليت الكريمي بتاعها حلو قوي وبيندمج بسهولة جدا، بس للأسف هي عشان تقيلة شوية فبتدخل في الخطوط. هاخد الدرجة الغامقة دي هنعمل كونتور. بصوا البيجمنت بتاع الكونتور وهبتدي بقى ادمجه. بصوا الدمج سهل جدا جدا جدا، والبيجمنت بتاعته حلوة جدا جدا جدا. بصوا خلصت الدمج. هنا نفس الفكرة
خلصت دمج الكونتور. الكونتور دمجه بصراحه حلو قوي. هنيجي بقى للجزء الباودر بس مش دلوقتي، لما نخلص بس باقي الوش كله. هاخد بقى الباليت بتاعه البلاشر الباودر والكريمي من مايت سينما. بصوا انا لما جربت الدرجه دي بس، فهاخد معاكم اي درجه تانية، يعني ممكن هاخد الدرجه دي كده وهحطها كده فوق. واو. وبالنسبه للدمج برضو بصراحه حلو قوي. بصوا هنيجي بقى للنص بتاع ميني ستار. ده كده بيكون شكلها. اول حاجه هستخدم الدرجه دي مع الدرجه دي كفاونديشن للوش كله، وهاخد فرشه تكون مختلفه عن اللي انا استخدمتها ونحط الفاونديشن. لا هي الدرجه طلعت غامقه شويه فهفتحها. ميني ستار شويه الدرجه بتاعتها اغمق، درجه الفاونديشن اللي انا بستخدمها اغمق، وقلبة على جراي شويه، يعني الدرجه دي قلبة على جراي شويه ف بتديني غمقان. المهم بالنسبه بقى لميني ستار، بصوا يا رب تكون واضح لكم شكل المسام عامل ازاي. مبينه المسام اوفر جدا زيها زي مايت سينما. برضو نفس الفكره، هي عايزه بنت تكون بشرتها من عاديه لجافه ومفيش اي مشاكل في بشرتها. هاخد بقى بيوتي بلندر كده نضيفه ونبتدي ندمج. وده كده النص بتاع ميني ستار، وده النص بتاع مايت سينما. مايت سينما اللمعه اللي فيه اعلى شويه من ميني ستار، بس مازال برضو ميني ستار زي ما انتم شايفين اللمعه اللي فيه عامله ازاي. يعني معنى كده برضو ان هو مناسب من بشره عاديه لبشره جافه، مش مناسب ابدا لبشرات دهنيه. برضو الفاونديشن بالظبط زي مايت سينما بيدخل في المسام عندي، بيدخل في الخطوط، يعني مش عارفه هو باين لكم الخط اللي موجود هنا ولا لا، وكمان مع الحركه التعبيريه هنا عند القور عندي بيدخل برضو فيها. فهو عايز بشره سواء مايت سينما او مين ستار في الفاونديشن، عايز بشره مثاليه، ولا فيها خطوط ولا فيها مسام ولا فيها قشر ولا فيها اي حاجه. خلينا نكمل بقى مع الكونسيلر والكونتور والبلاشر من ميني ستار. هاخد الدرجه دي كده ككونسيلر، لان دي تقريبا افتح درجه، مع انها مش على اصفر على بيج، بس اوكي. فرشه مش مساعداني. درجة الكونسيلر اللي انا بستخدمها بصراحة بتاعت مايت سينما احلى، لانها كانت على اصفر. هناخد بقى السبونج وبرده هندمج. هاخد بعد كده الكونتور من ميني ستار، هي الدرجة دي اللي هستخدمها، لان الدرجات اللي موجودة دي مش هتبقى باينة اصلا على وشي. هحاول اقلل الكمية بقى بتاعت الكونتور، لان ميني ستار الكونتور بتاعها تقيل حبتين، والبيجمنت تقيل حبتين. بصوا البني محروق قوي. وبرضو هندمج. بصوا البيجمنت بتاع ميني ستار بيجمنت جدا، بس درجة الكونتور بصراحة انا ما حبيتهاش لانها غامقة قوي، يعني غامقة قوي. هي عايزة بنت تكون اغمق مني بكتير جدا. بصوا. وللبلاشر كريمي من ميني ستار هاخد برضو درجة دي شبه اللي انا كنت واخداها الاول، اللي انا واخداها من مايت سينما. وبالسبونج ونبتدي ندمج. انا خلاص رحت ثبت الوش بالباودر وجيت، لان انا مش هستخدم الباودر اللي موجوده هنا في مايت سينما لانها بصراحه مش حلوه. لما جربتها الدرجتين نفسهم اللي انا هثبت بيهم مش مناسبين اصلا ليا، وغير كده درجه زي ما انتم شايفين بيضه ودرجه صفرا قوي، فانا الدرجتين بالنسبه لي مش حلوين. غير كده اصلا
الدرجتين دول غير مناسبين ابدا ان انتوا تستخدميهم كتثبيت للوش كله. ممكن تستخدميهم بس للتنظيف كده في اخر العين، هيبقوا حلوين، لكن غير كده لا، البيجمنت بتاعهم تقيل وبيطبعوا جامد على البشره. هنيجي دلوقتي للكونتور الباودر، وهستخدم الكونتور من الباليت اللي هنا. طبعا من ستار ما فيهاش ولا كونتور باودر ولا بلاشر باودر، فللوش كله هنستخدم المنتجات بتاعه مايت سينما. وهاخد الدرجه دي هستخدمها ككونتور بقى للوش كله. بالنسبه بقى للكونتور الباودر بتاع مايت سينما، انتوا لو مش مثبتين وشكوا كويس جدا هيطبع معاكم، ولو خدتوا منه كميه كبيره برضو هيطبع معاكم. فعلى قد ما تقدروا خفوا ايديكوا قوي وانتوا بتحطوا، وثبتوا قبليه كويس قوي، يعني ما تحطوش على حاجه على الوش يكون ملزق شويه، لانه بيلزق تلزيقه غبيه قوي. وهنيجي دلوقتي للبلاشر بتاع مايت سينما، البلاشر الباودر. انا هاخد الدرجه دي، ونفس فكره الكونتور ان انتوا تاخدوا منه كميه قليله وتبتدوا تحطوه واحده واحده وانتوا مخففين ايديكوا قوي، تمام. ولما تحسوا ان انتوا خلاص حطيتوا اول طبقه والدنيا امان، زودوا برضو واحده واحده، ما تاخدوش منه كتير وتحطوا، لان هو بيطبع قوي على الوش وبيعلق كده، تمام. فانتوا لو خدتوا منه واحده واحده الدنيا هتبقى تمام معاكم. بصوا بقى هنعمل ايه. هاخد دلوقتي من مايت سينما الدرجه اللي هي على اصفر دي، وربنا يستر وما ندمش، وهبتدي انضف بيها بقى حوالين الميك اب عشان اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. وبعد كده بقى هنقول الريفيو الاخير. طبعت بصوا، خليني اشيلها بفرشه على طول كده. خلاص حطيت بقى شويه هايلايتر وماسكارا، ونيجي بقى للريفيو المفضل. اول حاجه هي الباليت دي من مايت سينما، دي الباليت بتاعه البلاشر. الجزء ده كله باودر، بصوا درجاته، والجزء ده الكريمي. انتوا شفتوا البيجمنت بتاع الكريمي اللي حطيناه، كان البيجمنت عالي جدا، ثبات الكريمي برده حلو جدا. بالنسبه للبلاشر الباودر حاولوا تخففوه على قد ما تقدروا، وتخففوا ايديكم وانتوا بتوزعوه، لانه بصراحه البيجمنت بتاعته عالي جدا وبيطبع جامد جدا، فلازم تبقى ايديكم خفيفه وانتوا بتوزعوه. ثباتهم الاثنين مع بعض بيبقى ممتاز. بالنسبه للباليت الفاونديشن والكونتور الكريمي من مايت سينما، الدرجات بتاعتها تجنن، درجات الكريمي اللي موجوده. بس انت لو بشرتك دهنيه مش هتبقى مناسبه ليكي خالص، عايزه بشره عاديه لجافه، وكمان ما يكونش فيها قشر البشره، ما يكونش فيها قشور يعني، عشان بتعلق عليها. وغير كده لو عندك مسام او خطوط في الجبهه، سواء خط الابتسام او في القوره او اي خطوط موجوده، حتى الخطوط اللي تحت العين للاسف الباليت دي بتخش فيها جامد جدا. فانا بالنسبه لي حبيتها اكتر ككونتور مش فاونديشن ولا كونسيلر، لان زي ما انتم شايفين كده هي مخططه جامد هنا وهنا، والجزء ده برده عندي خطط. بالنسبه للجزء اللي هو الكونتور الباودر، برده نفس فكره البلاشر، ان انتوا لازم تخففوا ايديكم قوي وانتوا بتستخدموه، يعني تحطوه بحرص، لان هو برضو البيجمنت بتاعه عالي جدا وكمان بيطبع على الوش. لكن درجه الباودر دي هنا وهنا ما حبيتهمش ابدا، بيعلقوا جامد. سواء ان انا يعني انا لما جيت انضف بيها تحت العين علقت قوي تحت العين، والدرجه دي بيضه قوي مش هتبقى مناسبه. بس هي سعرها لذيذ يعني، الواحده من دي كان سعرها 70 جنيه. هنيجي بقى للباليت بتاعه ميني ستار، ده كده شكلها. سعر الباليت بتاعت ميني ستار كان 115 جنيه. بالنسبه للباليت بتاعت ميني ستار، الدرجات البلاشر الموجوده فيها اغمق من درجات البلاشر اللي موجوده في مايت سينما، بس للامانه حبيت الدرجات بتاعت مايت سينما اكتر. درجات ميني ستار شويه غامقه، بس بيجمنت ميني ستار اعلى شويه بحاجه بسيطه من مايت سينما. بالنسبه للفاونديشن بتاع ميني ستار والكونتور برضو نفس فكره مايت سينما، دخل معايا في المسام، دخل معايا في الخطوط، ما حبيتهوش ابدا. وبرضو الكونسيلر كسر تحت العين، فانا ما حبيتهاش ك فاونديشن او بيز للوش. وبالنسبه لدرجه الكونتور اللي موجوده فيها كانت غامقه جدا، درجه بني محروق قوي، محتاجه بنت اغمق مني، فهضطر بعد كده ان انا اعمل لها مع ميكس مع اي درجه موجوده. وبرده الدرجات اللي موجوده من ميني ستار بتاعه الفاونديشن والكونتور اغمق شويه من الدرجات بتاعه مايت سينما. بصوا اللي فوق دي مايت سينما وتحت ميني ستار، فانا حابه اكتر الدرجات بتاعه مايت سينما عن الدرجات بتاع ميني ستار.
بس الباليت بتاع ميني ستار لو انت بس عايزه حاجه كريمي مش عايزه اي حاجه بودر هتبقى ممتازه جدا معاكي، لان البلاشر كريمي والكونتور كريمي، وده كده شكل الباليت من جوه. ثبات البلاشر الكريمي اللي موجود سواء مايت سينما او ميني ستار ثباته حلو جدا، ساعتين او اكتر لو انت ما ثبتوش ببودر، لكن لو انت ثبتيه ببلاشر بودر هيقعد معاكي ممكن من 5 ل6 ساعات ما بيتحركش من على البشره. وده كده المقارنه والريفيو بتاعت الباليتات. باي.